مشاهدينا، اليومين اللي فاتوا دول كان في حادث صعب جدا، أليم بجد. لما أسرة واحدة يموت أولادها اللي موجودين فيها. 5 أولاد ماتوا في يوم واحد فور وصولهم للمستشفى، وكانت بيعانوا من حرارة مرتفعة واحتباس في البول. البنت السادسة كمان حصل لها ده، ولكن هي موجودة دلوقتي في العناية المركزة في حالة متأخرة جدا جدا. كمان اللي عرفناه ان امبارح الأب كمان برضو حرارته ارتفعت جدا وعنده احتباس في البول ودخل المستشفى في حالة متأخرة جدا. قالوا ان في فيروس في الجو، وحاولوا ان هم يعملوا ذعر بين الناس، ولكن وزارة الصحة عملوا كل استعداداتهم، لقوا ما فيش لا فيروس في الجو ولا اي حاجة. طيب التهاب سحائي، فهل معقول ان الالتهاب السحائي هيجي للكل مرة واحدة؟ برضو وزارة الصحة قامت طبعا بسرعة وعملت كل الإجراءات اللازمة إنها تعرف ده هل ده فعلا ولا لا. برضو ما طلعش التهاب سحائي. طب يبقى ده إيه؟ واضح جدا للجميع. الأسرة دي لما كلت مع بعضها وجبة واحدة. مش معقول إن هم بعتوا جابوا تيكاوي، يعني لا، دول أكلين أكل اتعمل في البيت. الأكل ده اتعمل في البيت. طبعا إن شاء الله الأيام اللي جاية وزارة الداخلية طبعا الشرطة هتقدر إنها تعرف مين اللي عمل ده، لأن إحنا طبعا ورانا شرطة ما بتنامش. أكيد طبعا أكيد الجهات الأمنية مش هتسيب الموضوع دوت. ولكن إحنا بنقول يا ترى لو حد عمل فيهم ده عملوا ليه؟ يا ترى الأسرة دي عملت إيه؟ دول أطفال صغيرين. لو كان في بينكم وبين الأب والأم أي مشاكل، طب الأطفال الصغيرين ذنبهم إيه؟ الفترة اللي جاية أكيد كلنا هنعرف وهنتابع معاكم أول بأول، وهنشوف يا ترى هو بفعل فاعل ولا قضاء وقدر.